واش فعلا الجزائر دخلت في مرحلة العزلة السياسية؟ وشنو السر اللي خلى أمريكا ترجع تدعم المغرب بقوة في ملف الصحراء المغربية؟ ولاش القرار الأممي 2797 خلق حالة استنفار كبيرة في المنطقة؟ والأخطر من هادشي كامل، شكون كيتحرك في الخفاء؟ وشنو كاين وراء الكواليس؟ اليوم غادي نهضروا على ملف رجع يشعل الترند بقوة وخلى بزاف ديال الناس يتسائلوا شنو واقع بالضبط بين المغرب والجزائر؟ وعلاش فجأة الإعلام كامل بدأ يهضر على تحول خطير في موقف القوى الكبرى؟ الصدمة الحقيقية هي أن المعطيات الجديدة ماشي عادية نهائيا. وخا بزاف ديال الناس كيظنوا أن الموضوع قديم ومفهوم، اللي وقع دابا مختلف تماما. تحركات غامضة، اجتماعات سرية، ورسائل سياسية قوية خرجت في ظرف حساس جدا. وهادشي كامل ممكن يغير التوازن في المنطقة بطريقة ما كان حتى واحد متوقعها. ولكن قبل ما نكمل خاصنا نرجعوا للبداية، لأن اللي وقع مؤخرا ماشي صدفة أبدا. في الأيام الأخيرة مواقع الأخبار المغربية والعربية انفجرت بعناوين مثيرة. أمريكا كتجدد دعمها لمغربية الصحراء، قرار أممي جديد كيربك الجزائر، تحركات غير مفهومة داخل الأمم المتحدة. والسبب هو تصريحات جديدة خرجت من مسؤولين أمريكيين كيأكدوا مرة أخرى دعمهم لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. هاد التصريحات جاو مباشرة من بعد القرار الأممي 2797 اللي رجع يشعل النقاش كامل حول مستقبل المنطقة. ولكن السؤال اللي حير الجميع هو علاش هاد الدعم الأمريكي جا في هاد التوقيت بالضبط؟ باش نفهموا الصورة كاملة خاصنا نشوفوا شنو وقع خطوة بخطوة. بعد إصدار القرار الأممي الأخير خرجت عدة تصريحات من شخصيات أمريكية معروفة كتأكد أن مبادرة الحكم الذاتي اللي كيطرحها المغرب هي الحل الواقعي الوحيد. هذه الجملة بالضبط، الحل الواقعي، خلقت ضجة كبيرة. علاش؟ لأنها ماشي مجرد كلمات سياسية عادية، بل رسالة مباشرة كتوضح أن أمريكا ما بقاتش كتشوف حلول أخرى قابلة للتطبيق. وفي نفس الوقت الجزائر خرجت بتصريحات مضادة وحاولت تبين أن الموقف الدولي ما تبدلش. ولكن المفاجأة الكبرى كانت في طريقة التفاعل الدولي. بعض الدول الأوروبية بدأت كتقترب أكثر من الطرح المغربي، وحتى الإعلام الدولي بدأ كيهضر بلغة مختلفة. هنا الناس بدأوا يطرحوا سؤال خطير: واش العالم بدأ فعلا يحسم موقفه؟ الأخطر من هادشي أن كاين تقارير كتقول بأن كواليس الأمم المتحدة عرفت نقاشات ساخنة جدا في هذا الملف. مصادر إعلامية تكلمت على ضغوط وتحركات دبلوماسية قوية وقعت بعيد على الكاميرات. وهادشي كامل جا في واحد الظرف العالمي حساس: حروب، أزمات اقتصادية، وصراعات جيوسياسية كتخلي القوى الكبرى تقلب على الاستقرار بأي طريقة. يعني ملف الصحراء المغربية ما بقاش مجرد نزاع إقليمي، بل ولا جزء من توازنات أكبر بزاف. ولكن هنا كاين واحد السؤال اللي ضروري نسولوه: علاش أمريكا كترجع كل مرة تأكد دعمها للمغرب؟ الجواب اللي كيعطيوه المحللين فيه بزاف ديال الأسرار. المغرب في آخر السنوات ولا لاعب مهم استراتيجيا، خصوصا من ناحية الأمن والتعاون العسكري والاستقرار في المنطقة. وفي عالم اليوم الدول الكبرى ما كيقلبوش غير على الشعارات، كيقلبوا على المصالح. وهنا بالضبط المغرب قدر يفرض نفسه بطريقة ذكية جدا. لكن في المقابل الجزائر دخلت في صراعات دبلوماسية متعددة، وهذا الشيء خلى صورتها تهتز عند بعض الأطراف الدولية. كاين اللي كيقول أن المشكل الحقيقي ماشي فقط في ملف الصحراء، بل في طريقة تدبير الصراع كاملا. المثير أكثر هو أن بعض الخبراء بدأوا يتكلموا على تحول هادئ داخل الأمم المتحدة. تحول ما كيوقعش دفعة واحدة، ولكن بالتدريج. يعني كل قرار، كل تصريح، كل دعم جديد كيزيد يقرب المغرب من هدفه. وهنا كتجي الصدمة، لأن بزاف ديال الناس كانوا كيعتبروا أن الملف جامد وما فيه حتى جديد، بينما في الواقع التحركات في الخفاء كانت مستمرة بقوة. حتى الإعلام الجزائري بدأ كيبان عليه التوتر، وبعض البرامج السياسية دخلت في مرحلة الهجوم العصبي. علاش؟ لأن الإحساس بالخطر بدأ يكبر. ولكن واش فعلا الجزائر خسرت المعركة؟ الجواب ماشي بسيط، حيث السياسة الدولية ما فيهاش رابح نهائي. اليوم كاين دعم، وغدا ممكن تبدل الحسابات.
ولكن المؤكد أن المغرب عرف كيفاش يلعب وراقه بهدوء وذكاء. والأخطر أن المرحلة المقبلة ممكن تكون أكثر حساسية من أي وقت فات. دابا وصلنا للنقطة اللي خلت بزاف ديال المحللين يتكلموا على مرحلة جديدة. كاين تحركات غامضة كتوقع بعيد على الإعلام، لقاءات، تنسيقات واتفاقيات استراتيجية كتوقع في صمت. وهذا الشيء كيخلينا نطرحوا سؤال مهم بزاف: واش القوى الكبرى حسمات موقفها بالفعل؟ لأن إلا كان الجواب نعم، فهذا الشيء غادي يخلق واقع جديد في المنطقة. المفاجأة الكبيرة أن بعض التقارير الأجنبية بدأت كتربط بين الدعم الأمريكي للمغرب وبين ملفات أخرى أكبر: الأمن في المنطقة، الطاقة، الهجرة، والنفوذ الجيوسياسي في إفريقيا. يعني القضية ما بقاتش فقط نزاع سياسي، بل ولات مرتبطة بخريطة مصالح عالمية. وهنا كيبان علاش المغرب كيحاول يظهر دائما بصورة الدولة المستقرة والمنفتحة. وفي المقابل أي توتر أو تصعيد ممكن يخسر بزاف ديال الأوراق. ولكن أخطر حاجة كاملة هي أن الشارع المغربي بدأ يحس بأن المنطقة داخل المرحلة غير واضحة. وفي الأخير السؤال الحقيقي اللي بقى مطروح: واش حنا قدام بداية النهاية ديال هذا الصراع الطويل، ولا مجرد فصل جديد من لعبة سياسية أكبر بزاف مما كيبان؟ المؤكد أن القرار الأممي الأخير والدعم الأمريكي المتجدد خلقوا حالة ارتباك واضحة في المنطقة. لكن وسط هذا الضباب كامل كيبقى السر الحقيقي مخبي بعيد على الكاميرات. ويمكن الأيام الجاية تحمل مفاجآت أكبر: تحركات جديدة، تصريحات صادمة، وربما قرارات ما كان حتى واحد متوقعها. لهذا السبب بزاف ديال الناس بداو كيقولوا اللي واقع دابا أخطر من أي مرحلة فاتت. ولكن شنو رأيك أنت؟ واش فعلا المغرب كيربح المعركة الدبلوماسية، ولا كاين سيناريو آخر كيتوجد في الخفاء؟ كتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش دير لايك وتشترك في القناة، لأن القادم قد يكون أكثر صدمة وغموض.